لو انتي عروسه او ست بيت او حتى بنوته ونفسك تهتمي بجسمك، هقولك على وصفه هتخلي جسمك ناعم جدا، هتخلي ملمسه عامل زي ملمس القطن كده، كمان هتفتح جسمك وهتديكي ترطيب كويس جدا، خاصه البنات اللي بتعاني من الجفاف في فصل الشتاء وجسمهم بيتبهدل وممكن كمان جسمهم يوصل لدرجه الاكزيما. لو انتوا اول مره تشوفوني، انا الاء جمال، سكين كير اند هير ثيرابيست. يلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. البنات اللي نفسها تهتم بجسمها وتدي روتين علاجي لجسمها يفرق معاهم خالص ويديكي ملمس ناعم، زي ما انا قلت عندك شويه كريمات طبيه ممكن نستخدم منهم اي كريم، وكمان اسعارهم رخيصه جدا، تقريبا اغلى واحد فيهم عامل 35 جنيه. ايه هي بقى الكريمات دي؟ عندك اول حاجه كريم هيبتاكارباميد او فوت سمارت او كريم لينكس او كريم يوريكير. الكريمات دي كويسه جدا. اول حاجه بيعملوا على تقشير سطح الجلد، تاني حاجه بيعملوا الترطيب، لان كلهم فيهم ماده اسمها ماده اليوريا. الماده دي بتعمل على اعاده ترميم الجسم من اول وجديد. الكريمات دي ممكن نستخدمها في الصيف مرتين ل3 مرات في الاسبوع، في الشتاء لو انت جسمك بيجيله جفاف خالص ممكن تستخدميها 4 مرات في الاسبوع. الكريمات دي كمان تنفع لكعب الرجل لو انت بتعاني من تشققات القدم او بتعاني في جفاف في رجلك. الكريمات دي هتكون ممتازه جدا، انك ممكن تحطيها على رجلك كلها وتلبسي شراب وتنامي، هتصحي هتلاقي رجليكي زبده كده وناعمه زي الحرير زي ما بيقولوا. دي اول خطوه. تاني خطوه بقى وهي اهم خطوه يا بنات، هي ان احنا بلاش نستخدم الصابون زي بتاع صابون لوكس وزي صابون كامي، ولا نستخدم الشاور جل اللي بيكون فيه ريحه كبيره، لان الحاجات دي بتفقد من ترطيب الجسم. ممكن نستخدم حاجه حلوه جدا وهي نازله جديده وانا جربتها وبتفرق فعلا في ترطيب الجسم، حاجه جديده نازله اسمها كريم شاور للجسم. ايه بقى الكريم شاور ده؟ موجود من معظم شركات زي شركه دوف، عامله كريم كده للجسم بتاع استحمام، تستحمي بيه هتلاقي ريحه كويسه، هتلاقي ترطيب كويس جدا. شركه نيفيا برضو عامله نفس الموضوع، كريم شاور للجسم حلو قوي، في انواع كتيره جدا، بس زي ما قلت لكم الانواع اللي انا استخدمتها بتاعه دوف ونيفيا وحسيت بترطيب رهيب. الروتين ده هيفرق معاكي خالص، هيغير خالص شكل جسمك وملمسه وكل حاجه موجود فيه. ما تنسوش تجربوا الخطوات دي وتقولوا لي رايكم. ما تنسوش كمان لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد. مع السلامه.